بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المستمعين والمستمعات، أحييكم من راديو سلام تحية مباركة طيبة. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول أمرا عظيما وقضية كبيرة وقع فيها الشعب الإريتري المسلم وغير المسلم. نناقش حول هذه القضية بعد هذا التقرير المختصر. للهجرة مفهوم واسع ومتجدد، ولعل المفهوم الأوسع للهجرة هو أن تهجر ما نهى الله عنه، وذلك بهجران للباطل وانتماء للحق. وقد شاءت كلمة الله أن تكون الهجرة محكا لصدق المؤمنين في إيمانهم وحثهم على النجاة بدينهم، ولو كان الثمن اقتلاعهم من جذورهم. وللهجرة مفهوم تاريخي يتلخص في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي سبقتها البعثة وعقبها فتح مكة، فهي تعتبر من أهم أحداث الدعوة الإسلامية. يظل المواطن يتشبث بوطنه كتشبثه بروحه، والهجرة حالة طارئة تدفع إليها أسبابا عديدة وظروفا قاهرة تجعل النفس تتقبلها وهي راغبة، تتعايش معها رغم المرارات التي تفرض عليها. فالرباط الوثيق بين الوطن والمواطن تحقيق مصالحه المادية وأشواقه المعنوية، وصون حرماته من دين وخلق وعرف، وكيانه الاجتماعي الصغير المتمثل في الأسرة والكبير في القبيلة والسكان. فإذا تهددت هذه الأمور فلا يجد المواطن المبرر ليعيش في وطن كل ما فيه يهدد هذه الكينونة. لذلك يختار معظم الإريتريين الهجرة إلى دول وأماكن جديدة تساعدهم على تحسين مستوى حياتهم المعيشي، وليتمتعوا بحرية تضمن لهم حياة كريمة. ولكن قد تشكل الهجرة مجموعة من الآثار المترتبة على المهاجرين الإريتريين والدول التي يتوجهون لها. ومن الهجرة تنطلق الأشواق إلى الوطن مرة أخرى. مرحبا بكم مستمعي الأكارم في كل مكان، المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة نرحب باسمكم جميعا الضيفين العزيزين، الدكتور حسن سلمان، باحث في القرن الإفريقي هنا من الاستوديو، ومن خارج الاستوديو البروفيسور جلال الدين محمد صالح. فأهلا ومرحبا بالشيخين. أيها الإخوة الكرام، الهجرة لا تخفى على أمثالكم من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي. سنتناول هذه النقطة من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي، وكذلك سنتناول عن ما حدث لشعبنا الكريم، شعب الإريتري الذي هاجر من إريتريا ووجد الصعوبات ووقع في المحن، حتى قد قضى منهم من قضى وغرق منهم من غرق، بل كثير من الأسر وقعوا في كثير من البلايا كذهاب العرض وذهاب المال والوفاة والموت، وبعضهم كالسجن وغيره بسبب الهجرة. أيها الإخوة الكرام، لا نتطرق إلى أسباب الهجرة بقدر ما سنتطرق إلى ماذا استفدنا بعد الهجرة. هاجرنا نعم إلى بلدان كثيرة وإلى مناطق متفرقة. حول هذا سنناقش مع الشيخين الجليلين. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الحلقة الخير والبركة لنا جميعا والنفع والبيان. أجدد ترحيب بكم دكتور حسن والاصطلاحي للهجرة باختصار، ثم كذلك عن من هاجر من الأنبياء ومن فعلا تعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة المباركة والتي هي الهجرة في طاعة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الهجرة هي من المفاهيم الشرعية العظيمة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى،
كغيرها من مفاهيم، مفهوم الإيمان، مفهوم الجهاد، مفهوم النصرة، مفهوم الولاء، منها أيضا مفهوم الهجرة. وغالبا ما ترد هذه السياقات بشكل مشترك، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، تجدها دائما في سياق واحد، فهي مرتبطة بشكل أو آخر بمعنى الاستخلاف والتمكين للدين، الأصل فيها هكذا، وتدور بشكل عام أيضا مع هذا الفهم، مع هذا المعنى. لكن دعنا من حيث اللغة نتكلم عنها لغة، ثم ندخل بعد ذلك المفهوم الاصطلاحي فيها. مفهوم الهاء والجيم والراء، أو كلمة الهاء والجيم والراء هجرة، هي من دلالاتها على الأقل، وهي لها أكثر من دلالة، لكن من دلالاتها مسألة الهجر والقطع وعدم الوصل. ويقول مثلا الشخص: هجرت بلادي، أي أني غادرتها وانقطع الوصل بيني وبينها. وهجرت أو هجر محبوبه، إذا كان بينه وبينه وصل وتواصل فينقطع فيقال هجر. ويقال هجر القرآن أيضا إذا كان غير متصل مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى، وهي من معاني وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونجد أن معنى القطع وعدم الوصل هو المعنى الدائر عموما في قضايا اللغة. وسبحان الله الذي أيضا ورد في القرآن الكريم يتطابق مع المعنى اللغوي. يعني معظم الآيات، وهي تقريبا في حدود 31 آية في كتاب الله، فيها مفردات الهجر: هاجر، يهاجر، مهاجر، واهجر، مهجور. هذا تقريبا في حدود 31 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها تقريبا تدور حول معنى القطع وعدم الوصل. هذا من الناحية اللغوية. أما من حيث الاصطلاح، فإن الاصطلاح يدور حول معنى شرعي. اصطلاح يدور حول معنى شرعي يستصحب المعنى اللغوي، ولكنه يعني يضيقه. ليس مطلق القطع ولا مطلق عدم الوصل، ولكنه هو مفارقة الديار التي يكون فيها الإنسان إلى ديار أخرى، بحثا عن ما هو أفضل وأأمن لدين الإنسان ونفسه. يعني أن يفارق الإنسان، وهذا ربما معنى في إطار أن يكون للمسلمين دولة وتمكين، مفارقة ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ولكن هنالك معنى آخر للهجرة وهو دون ذلك، وهو مفارقة ديار الظلم إلى ديار العدل. فنحن الآن مثلا في الاصطلاح لنا معنيين. المعنى الأول هو الواسع، معنى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، تمام، وهذه هي هجرة أصحاب النبي إلى المدينة. نعم. والهجرة الثانية هجرة الحبشة، ليست هجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ولكنها هجرة من ديار الكفر إلى ديار الكفر، من ديار الكفر الظالمة الطاغية المتجبرة التي لا يستطيع الإنسان أن يعبر فيها عن عبادة، أن يكون متعبدا لله فيها، إلى ديار أخرى أفضل حالا منها. فأنت أمام نوعين من الهجرة: هجرة إلى ديار الإسلام، وهذه أكمل أنواع الهجرة، وهجرة أخرى للحفاظ على الدين في مستواه الشخصي، عن مستوى الشخص على الأقل. وهنا طبعا هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة هي الهجرة إلى ديار العدل وليس إلى ديار الإسلام. تمام. هذا تقريبا باختصار المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي لمعنى الهجرة. ولكن خير. هنالك معنى أعمق، هنالك معنى أعمق نعم. في الهجرة، وهو عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الهجرة الذي فيه هذا التحول من مكان إلى مكان بحثا عن الأمان الديني والشخصي والنفسي وغيره، هنالك معنى آخر يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هجران المعاصي. ولذلك النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أحسنتم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى البعيد في معنى الهجرة. يا سلام يا سلام، أحسنتم. معنا الدكتور البروفيسور جلال الدين محمد صالح خارج الاستوديو. شيخنا الكريم، هل أنتم معنا؟ ألو، الكنترول، يبدو أن الشيخ غير معنا. كنترول. طيب إذا نعود للشيخ حسن حتى يتم الاتصال بالبروفيسور جلال الدين. طيب دكتور حسن، جميل عن هذا البيان بالنسبة للغة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هل هذا يشمل لكل من هاجر وهو يريد
أن يحافظ على دينه، أو من هاجر يريد الخروج من الظلم وعدم وجود الحرية في بلاده مثلا، أو من هاجر يريد مالا ورزقا ومعيشة، أو من هاجر يريد دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هل هم في الأجر سواء؟ وهل يعني يترتب عليهم هذا الأجر العظيم يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ وما معنى الآية؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. طبعا هنا ستلاحظ بأن أعلى أنواع الهجرة التي تترتب عليها كل قضايا الفضل والأجر والثواب هو ما كان مستصحب فيها إرادة الله بإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن يكون الإنسان في قصده أنه يريد أن يعني يكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده رضاء الله سبحانه وتعالى. حتى لو افترضنا أنه مثلا يريد أن يحسن وضعه، إذا كان استصحب في ذلك ابتغاء أن يبحث عن الحلال في دنياه، أيضا يدخل في هذا الجانب. ولكن أعلاها وأكثرها مرتبة هو الذي يهاجر أمانا لدينه وتمكينا للتعبير عما أمر الله سبحانه وتعالى به من إظهار الدين وإقامة شعائره. هذا طبعا أعلى مراتب الهجرة إلى الله سبحانه. النوع الثاني من المراتب هو مرتبة أن يهاجر الإنسان لأجل التعليم. يمكن في بلاده عادي يكون فيه حرية وكذا، لكن هو مثلا يقصد أن يذهب إلى بلاد يكون فيها مثلا العلم أنفع وأفضل وكذا فيهاجر. وهنا طبعا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيضا قد يخرج الإنسان وهو باحثا عن الرزق الحلال ومن أجل أن يحسن ظروفه الاقتصادية، أيضا هذا يدخل في باب على الأقل يضرب في الأرض. ونلاحظ في سورة المدثر المزمل جمع الله سبحانه وتعالى بين من يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فإذا كان هنالك جهاد في سبيل الله نمط من أنماط الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فنمط آخر وهو الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان القصد معتبر في ذلك طبعا بطبيعة الحال، فالذي يستصحب أنه بحثا عن الحق، بحثا عن الخير، بحثا عن الحلال، فإنه له درجة على الأقل من درجات هذا النوع من الأجر والثواب فيما يتعلق بمفارقة الديار. طيب شيخ حسن، جعلتم كلهم ما شاء الله في مرتبة طيبة مع التفاوت. نعم. كيف تفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعبر عن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها بتعبير ربما يعني يزدريه عليه الصلاة والسلام. كيف تردون عليها؟ هنا على كل يبدو والله أعلم فيها الحديث عن الهجرة الواجبة في ذلك الوقت على الأقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلاف النوايا في ذلك. فإن الهجرة الواجبة يجب أن لا يدخل معها أي نوايا أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمروا أن يهاجروا إلى الله ورسوله. بعض الناس أدخل في هذا الجانب نوع آخر من أنواع الهجرة، لا يعني هنا بطبيعة الحال الذم عن الأنواع الأخرى، لأن الأنواع الأخرى فهجرته إلى ما هاجر إليه. حتى ما هاجر إليه إن كان مباحا فهو مباح، لكن إن كان مستحبا سيكون أيضا مستحب، وإن كان واجبا ما هاجر إليه سيكون أيضا واجبا. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذات حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهنا نلاحظ أن الهجرة الواجبة التي ينبغي الإنسان أن يمحض فيها النية وأن لا يخلطها بغيرها، هذه تقريبا هي التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هاجر شعبنا الإريتري من داخل بلاد إريتريا إلى بلدان كثيرة، وحصل له في ذلك ابتلاءات ومحن كثيرة، منهم من توفي ومات في طريقه إلى الهجرة، كمن غرق مثلا في البحر، ومنهم من انتهكت عرضه. بعض أخواتنا اللاتي يعني خرجنا مهاجرات وحصل لهن من ابتلاءات كثيرة. هؤلاء هل يدخلون ضمن قوله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله؟ أولا دعني أقول بأن شعبنا الأريتري طبعا من أكثر الشعوب حبا لأوطانها، يعني من خلال معرفتنا بشعبنا واحتكاكنا به، شعب يعشق
بلده ويعشق أرضه ويعشق دياره. مهما طال به الزمن تظل ذاكرة الوطن عموما حاضرة في الوجدان الإريتري. وربما كانت الفترة الأكبر على الأقل التي ربما شهدت الهجرات هي فترة الاحتلال الأثيوبي، عندما حرقت القرى الإريترية وحصلت على كل، حصل القتل والتشريد لشعبنا سنة 67 تقريبا. كانت هذه بدايات على الأقل الهجرة الرسمية على الأقل لكثير من الشعب الإريتري، ويكاد يكون دي المرحلة نقدر نقول فيها هاجرت قرى بكاملها، قرى بكاملها ومناطق بكاملها وأسر بكاملها. الفترات الأخرى ربما لن تكون بهذا الشكل، يعني قد يهاجر شاب، تهاجر شابة، لكن الفترة الأولى في السبعينات، في بدايات السبعينات تقريبا أو بداية أواسط الستينات، هذه كانت نتيجة العامل الاستعماري، عامل الاحتلال، إبادة القرى إلى غير ذلك. بطبيعة الحال فإن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بحثا عن الأمن وحتى لا تتعرض نفوسهم على الأقل إلى الهلاك، فإن هؤلاء بلا شك أنهم يدخلون إن شاء الله فيما ذكرت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا حيثما ضاقت بنا الأرض في مكان ما ولم نجد فيه الأمان على أنفسنا أو أدياننا أو أعراضنا أو أموالنا، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالهجرة. بل تجد أنه في بعض الآيات يسميها الله سبحانه وتعالى عبادة، يعني كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، فإياي فاعبدون، وردت في سياق الهجرة، وأن الله سبحانه وتعالى سماها تعبد، كأنما لماذا تضيق بكم الأرض وتجلسون في مكان لا تتمكنون فيه من عبادتي، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالتعلل بالضيق والتعلل يعني الاستسلام لكل ما هو مكروه مع وجود مساحات لأن يكون الإنسان أفضل حالا سواء في دينه أو نفسه أو ماله أو حتى تطوير نفسه، فإن الهجرة هنا بلا شك ستأخذ الأحكام التي إن شاء الله ذكرت في كتاب الله سبحانه. دكتور حسن، فاصل وسوف نعود نسألك إن شاء الله، هل بمعنى هذا أنك تحث على الهجرة من بلادنا إلى بلاد غير بلادنا في ظل هذه الأوضاع الراهنة والناس تعتبر بهذه الفتوى وبهذا التصريح الجميل ستعتبره الحث على الهجرة، رغم أن الناس يقعون في بلايا وفي خصوصا في الوقوع في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هناك تهلكة واضحة جدا. يعني أيها مستمعي الأكارم، فاصل وسوف نعود نناقش هذه القضية حتى لا نفهم الأمر بغير صورته الحقيقية. يوضح لنا إن شاء الله الدكتور جلال، وأتمنى الدكتور جلال يكون معنا في الخط. عودوا الاتصال عليه كنترول. فاصل، نعود إليكم. وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
عدنا إليكم. تابعونا الواتساب رقم 0044 7947831417 المعروض على الشاشة. أجدد ترحيب بكم وبضيفي الكرام البروفيسور جلال الدين محمد صالح من خارج الاستوديو والدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو. نحن نناقش حول الهجرة من بلادنا إلى بلاد الله الواسعة، سواء كانت بلاد الكفار أو كانت بلاد المسلمين. كنا قبل قليل مع الدكتور حسن في مسألة مهمة، وهي شعبنا الإريتري كثير منهم وقع في بلايا ومحن، ومنهم من مات وتوفي بذلك. وقلنا هل تشملهم الآية الكريمة ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فضيلة الدكتور حسن سلمان يرى أن كل من مات أو ابتلي أو حصل له شيء من هذا القبيل تشمله الآية إن شاء الله تعالى، لكن هل هذا يعتبر حث من فضيلة الشيخ إلى الهجرة من بلاد إريتريا إلى بلاد غير إريتريا ومهما حصل له وهو داخل بهذه الآية؟ نريد التوضيح في ذلك، فإلى فضيلة الشيخ. مرحبا. طبعا أنا تكلمت عن قضية فضل الهجرة، أن من تعرض في دينه أو نفسه أو عرضه ولم يأمن عليها يجوز له وقد يجب عليه الهجرة، لكن لا يعني ذلك بطبيعة الحال أننا نحرض شعبنا الذي هو الآن مثلا في الداخل إلى أنه يترك إريتريا ويخرج منها. ليس هذا هو المراد. تمام. لأن مثلا من استطاع على الأقل أن يقوم بشعائره ويقوم بصلواته وصومه وأن يؤدي ويحافظ على أبنائه وتربيتهم وتعليمهم القرآن وهو موجود وصابر وصامت في بلاده، فإن هذا أجره شيء آخر. يعني ليس أيضا المسألة كما يتصور، لأن أحيانا أنت تنظر إلى المسألة بأكثر من زاوية. فتجريد البلاد كذلك من أهلها وخروجهم جميعا من هذه الديار أيضا ليس هذا أيضا مما هو يفضل. ونحن تقريبا أمامنا تجربة ربما الشعب الفلسطيني، ونرى كيف أن هذا الشعب تهدم عليه بيوته ويتهدم، ومع ذلك تجده متشبث بأرضه. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا خرجت فالعودة مستحيلة أحيانا، كما هو مثلا المهاجرين في 48 إلى الآن لا يستطيعونها. فعموما نحن نوازن بين الأمرين، فإن أحيانا قد تأخذ المسألة حكما فرديا، قد يكون الحديث عن أشخاص وليس عن مجموعات وعن كيانات. ونحن عموما نشجع البقاء مع محاولات التحسين، محاولات الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإبقاء على الديار، مساعدات أهل الخارج لأهل الداخل في سبيل أن يكونوا على الأقل متواجدين في تلك الديار. هذا ربما على كل موضوع يعني آخر من حيث كيفية التعامل على المستوى الداخلي بالذات، كيف يكون التعامل. فأنا لا أشجع عموما، لا أشجع، وكثير من أهلي ربما أقول لهم اثبتوا في أرضكم وابقوا في مواقعكم، ولعل ذلك يكون فيه إن شاء الله الخير. أحسنتم شيخ حسن، جزاكم الله خير على هذا البيان. معنا عبر الهاتف البروفيسور جلال الدين محمد صالح من خارج الاستوديو. أهلا وسهلا بشيخنا الكريم. حياك الله شيخ برهان، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بالبروفيسور. سمعنا صوتا نحبه. البروفيسور، نحن نناقش الهجرة لغة واصطلاحا، وكذلك هجرة شعبنا الإريتري، حكمهم من وقع منهم من وقع في بعض البلايا، وكذلك من هاجر منهم إلى. نريد منكم شيخنا الكريم باختصار حول حكم الهجرة إلى بلاد الكفار. حكم الهجرة إلى بلاد الكفار كيف ترون وماذا ترون فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثتم عن الهجرة وبينتم معنى الهجرة، وهي الترك. هجرته بمعنى تركته، وهي تكون بمعناها الحسي والمعنوي. فمن هجر المعاصي فقد تركها، ومن هجر فردا من الأفراد فقد تركه، ومن هجر أرضا كان يسكنها فقد تركها. إذن الهجرة
هي مجرد الترك من نعم. حيث مدلولها اللغوي. نعم. أما من حيث مدلولها الشرعي فهي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة شرعا إذا كان المرء لا يطيق أن يظهر دينه ولاقى في ذلك مشقة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عياذا بالله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا. أحسنتم. إذن هذه هي الهجرة في سبيل الله عز وجل، وهي لا تكون من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، وإنما تكون من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. تمام. وقد هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة في عهد الدعوة بعد الإعلان عنها والاضطهاد الذي لاقوه من قومهم. هاجروا إلى الحبشة فوجدوا عندها أمنا واستقرارا. بروف جلال نحن تطرقنا حول هذا وذكرنا هذه الهجرة. بروف جلال، نحن نريد حفظكم الله حكم الهجرة إلى بلاد الكفار. اليوم الناس تهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، حكمه ما هو برأيكم؟ الهجرة كما قلت، الهجرة أصلا لا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. الهجرة أصلا تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن الإنسان أحيانا يجد معاناة، وهنا يجب أن نعرف بلاد الإسلام. بلاد الإسلام هي التي يقام فيها الدين ويقام فيها شرع الله عز وجل، ولا حدود تفصلها عن بعضها كما كان ذلك سابقا. نعم. سابقا المسلمون يهاجرون من مكان إلى مكان وينتقلون من مكان إلى مكان بحرية ولا أحد يمنعهم من ذلك. تمام. أما الآن فديار الإسلام نفسها تجزأت وتقسمت، ووضع حواجز بينها وبين أهلها، بين أهلها وضعت حواجز، فكل قطر يخص أهله، ولا يحق لأبناء القطر الآخر أن يعيشوا فيه إلا وفق شروط الإقامة وتأشيرة الدخول. ومن دخل بغير هذه فيكون مخالفا للقانون ويعاقب. أنا أتكلم عن الوضع الحالي. تمام. ثم وعليه لا يحق له أن يستقر في هذه الديار إلا إذا منح إذن الاستقرار ولا تعطى له الجنسية. إذن يضطر المسلم أحيانا إذا وجد في دياره المشقة والعنة والصعوبة أن يهاجر إلى ديار الكفر. شرط الهجرة إلى ديار الكفر أن يكون آمنا في نفسه وفي دينه وفي ماله
وفي عرضه لا يعتدى عليه إذا كان هنالك حقوق وقوانين تحميه، فيحق له الهجرة إلى دار الكفر. إذن البروف جلال نستطيع أن نقول أن الأصل الهجرة إلى بلاد الكفار محرمة، إلا من كان مضطرا لظروفه الخاصة لبعض الأمور يجوز له أن يهاجر إلى بلاد الكفار اضطرارا مع الشروط التي ذكرتموها كالمحافظة على دينه وعرضه وأمنه هو وذريته من بعده، أليس كذلك؟ نعم. طيب ابقوا معنا البروف جلال، سنواصل معكم الحديث حول هذا الموضوع المهم. ابقوا معنا بارك الله فيكم. اتجه إلى ضيفي الدكتور حسن في الاستوديو. دكتور حسن، شعبنا الإريتري هاجر إلى دول كثيرة، ولكن معظم الذين هاجروا إلى بلاد الكفار. التعبير إلى بلاد الكفار أريد تعليقكم عليه. هل نعبر الأفضل نقول بلاد الكفار أو نقول بلاد الغرب كما قال بعض الإخوة؟ النبي عليه السلام حينما وجه الصحابة فقال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة، مع أنها ديار كفار، ولكن عبر عليه الصلاة والسلام بقوله إلى أرض ليس بها ملك لا يظلم عنده أحد، وسماها أيضا أرض الصدق معك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام عن الحبشة حينما ذكرت أم سلمة عن عبادتهم للقبور وعبادتهم لبعض، قال أولئك شرار الخلق عند الله، هذا في وفاته صلى الله عليه وسلم. نريد تعليقكم حول هذا. ثم أيضا هاجر شعبنا الإريتري منذ 30 سنة منذ 40 سنة إلى هذه البلاد، ما الذي جناه وما الذي استفاده وما هو حالهم وواقعهم في ذلك برأيكم؟ دعني أقول أن مسألة غالبية الشعب في تقديري لم يهاجر إلى الغرب ولم يهاجر إلى ديار الكفار كعددية، يعني لا زال الأكثرية الكاثرة لمن هاجر على الأقل من الإريتريين هو في المنطقة العربية ما بين السودان واليمن ومصر والسعودية، الخليج بشكل عام كعدد. يأتي بعد ذلك المرتبة الثانية بلاد الغرب، ولكن العدد ليس بقليل أيضا الذين هاجروا إلى بلاد الغرب. هنا دعني أتكلم على الأقل عن العنصر المسلم. طيب، العنصر المسلم إذا حتى العنصر المسلم نفسه أيوة لا يشكلون أكثرية حسب الإحصاءات، لا يشكلون أكثرية، فهم أقلية. يعني في كل الأحوال أنت إذا اعتبرت عندك على الأقل ما لا يقل عن 1,000,000 شخص في السودان وعندك 250,000 في منطقة الخليج، يعني فالعدد ستلاحظ بأن تقريبا ما لا يقل عن 60-70% يكاد يتواجدون في المنطقة العربية من مجموع على الأقل من هم خرج عن أريتريا. لكن أيضا النسبة اللي متواجدة في الغرب مقارنة أيضا مع من غادر على الأقل إريتريا نسبة لا بأس بها، وقد تكون هي نسبة نوعية. هذا الإشكال، يعني الذين وصلوا إلى بلاد الغرب والذين بقوا في المنطقة العربية ستلاحظ أن الذين هاجروا هي نوعية من حيث المستوى التعليمي، نوعية من حيث الإمكانات والقدرات، نوعية على كل من حيث أيضا المؤهلات. فليس كل إنسان، يعني ربما كثير من البسطاء الأميين العامة اللي على الأقل ما عندهم إمكانات كبيرة ربما هم متبقين في المنطقة القريبة من أريتريا، لكن من كانت له إمكانات، وهنا تأتي قضية الفوارق على المستوى الكمي شيء وعلى المستوى النوعي شيء آخر. فهنالك على كل الكثير مما يمكن أن يقال في ذلك. فيما يتعلق بمسألة حكم الديار بشكل عام في هذه المراحل، من الصعب جدا أننا ننزل الأحكام، خصوصا التعريف التقليدي المعروف في كتب الفقه بأن ديار الإسلام ما كان يحكم فيها بالإسلام وما ديار الكفر ما لا يحكم فيها بالإسلام. هنا طبعا ستجد إشكالية كبيرة في هذا التعريف، ولذلك كثير من فقهاء المعاصرين فقهاء السياسة الشرعية الآن يطالبون حتى بإعادة النظر في التعريف في ظل مجموعات هائلة جدا متواجدة الآن في الغرب وتقيم الشعائر وتقيم المساجد وتؤدي أحكام الإسلام كما يؤديها على الأقل المسلمون في ديارهم. على مستوى الأحكام الشرعية يمكن ما قبل 100 سنة
تكاد المنطقة العربية يسودها التيار العلماني بشكل عام في أحكامه ومنظوماته السائدة. وبالتالي قضية الآن كثير من الفقهاء يميلون إلى القول بدل من ديار الإسلام وديار الكفر، القول بأن بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، لأن هنالك تاريخيا هنالك بلاد عرفت بأنها بلاد المسلمين يقطنون فيها كأكثرية. ما هو الضابط؟ هل الضابط هو الحكم أو الضابط العددية الأكثرية أم الضابط ما هو؟ حاليا يعني أنتم تقولون الآن أن شعبنا في بلاد الغرب لا يشكل إلا أقلية، الشعب المسلم. نعم. والأكثرية إذن للكفار. الأكثرية إذن للكفار. هل نسمي هذا بلاد الكفار باعتبار أكثرية؟ أو نسميها بلاد غير المسلمين باعتبار توفر العدالة والحرية والأمن والاستقرار فيها؟ طيب في المقابل ماذا سنقول لبلاد المسلمين التي ليس فيها استقرار ولا أمن مع الأسف الشديد؟ ما هو الضابط بالضبط؟ أنا فقط أريد أن أخرج من المسمى التاريخي المعروف اللي هو ديار الكفر وديار الإسلام. هذا صعب الآن، لأن بلاد الإسلام بالمنطق التقليدي الفقهي المعروف عندنا لا تسمى حاليا ديار الإسلام، لأن انتفت عنها صفة حاكمية الشريعة في بلاد المسلمين. لاحظت؟ لكن أيضا تأتيك مشكلة أخرى إذا نفيت عنها صفة أنها ديار الإسلام بالمعنى الفقهي المعروف. هل يستطيع الآن المسلمون أن يدافعوا عن أرضهم أم لا يستطيعون؟ يستطيعون أن يدافع عن أرضهم باعتبار أن أرضهم وهي أرض مسلمين. فالآن كثير من الفقهاء يميلوا إلى أنها أرض مسلمين، يعني هذه الأرض التي عرفت تاريخيا بأنها حكمها الإسلام وسادت فيها شريعته. يعني كان الفقهاء في السابق تسمى الديار ديار إسلام حتى لو كان الذين يسكنونها كفار. عجبا. أي، لأنها تسري فيها أحكام الشريعة. تسري فيها أحكام الشريعة. تسري فيها أحكام. كان هذا الضابط. حاليا لا، حاليا لا نستطيع أن نسير هذا التعريف على ديار المسلمين. لكن هذه المنطقة التي حكمت في يوم من الأيام الإسلام ولا زال يقطنها المسلمون وهي أرضهم التي فتحت في يوم من الأيام ووقف لهم، إذن هي في نهاية المطاف تسري فيها على الأقل ما كنا نسميه تاريخيا بأحكام ديار الإسلام. طيب جميل. نعم. بروف جلال، أنتم معنا؟ البروف جلال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البروف جلال، كثير من الناس يهاجر إلى بلاد الغرب أو إلى بلاد الكفار إن صح التعبير، نظرا لوجود بعض الحريات في بعض الجوانب، ووجود أيضا استقرار الأمن وإيجاد فرص العمل والرزق في بلاد الكفار. هل هذا فعلا مطلق موجود؟ يعني مثلا جانب الحرية نجد أن الشخص لا يستطيع أن يعلم أبنائه العلوم الشرعية، وتجده أنه بمعنى مضطر أن يلتزم بالمناهج التي وضعها الغرب لتعليم أبنائه. هذه واحدة. الثانية، إذا لم يدخل ابنه أو ذريته في هذه المدارس فهو عليه ملحوظات. إذن برأيكم هل هنا الحرية فعلا هي التي ترغب الناس للوصول إليها، وهل هذه تسمى حرية بالفعل؟ وكذلك قل أيضا في مجال الرزق، هناك يضطر كثير من المهاجرين إلى الدخول في قضايا الربا للحصول مثلا على بعض السكن وبعض الامتيازات. فأتوقع أن هناك رأي في هذا المجال، نحب نسمعه منكم. أولا يجب أن نعلل لما الهجرة، لماذا يهاجر الإنسان؟ نعم. الإنسان يهاجر بحثا عن الأمن. دافع الهجرة هو الأمن، والأمن هنا ينبغي أن نفهمه بمفهومه الشامل: الأمن الغذائي، الأمن السياسي، الأمن الديني، الأمن بمفهومه الشامل. وحقيقة الناس يختلفون في مقاصدهم للهجرة، فهنالك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين خرجوا من ديارهم خوفا على أنفسهم بعد أن بلغوا كلمات ربهم ودعوا الناس إلى ما يؤمنون به، فوجدوا عنة ومشقة وحيل بينهم وبين قومهم، بل
وعذبوا وسجنوا وضيق عليهم، فهؤلاء رأوا أن لا مناص لهم من الهجرة، وبعض منهم هاجر إلى بلاد المسلمين. وكما قلت لكم من قبل أن بلاد المسلمين اليوم لم تعد كما كانت في سابق عهدها، وتحكمها قوانين ولوائح واتفاقيات بين هذه الأقطاب، فأصبحوا يلاحقون أيضا بتهم اضطهاد، بتهم الإرهاب وإلى غير ذلك من التهم الذي تعلمونها. فوجدوا أنه لا بد لهم من الخروج من كل هذه الديار والوصول إلى ديار الغرب. وديار الغرب فيها بشكل عام فيها الأمن، وفيها الأمن السياسي، وفيها الأمن الاقتصادي، وفيها ما يطمئنه الإنسان، ويجد هنالك مأوى، مميزات. لكن مع ذلك هنالك مشكلات يواجهها المسلم في ديار الغرب، وأهم هذه المشكلات التي ذكرتموها أنتم، وهي قضية تربية الأبناء، تكوين الأسرة المسلمة. فالأسرة الغربية أسرة مفككة، والعلمانية المتطرفة أضرت بالمجتمع الغربي وحولته إلى مجتمع منحل تقريبا، وتغلغلت في المناهج. فهذه إشكالية واجهها المسلمون من قبل، منذ وقت مبكر يوم هاجروا إلى الغرب. نعم. وأعدادهم في بداية أمرهم كانت قليلة جدا جدا، كما يحكي البروفيسور جعفر الشيخ إدريس يوم كان طالبا في إنجلترا في بريطانيا. كان يعز عليهم أن يجدوا ملحمة يشترون منها اللحم الحلال أو الذبيحة الحلال. نعم. ولكن فضلا من أن تكون هنالك مدارس أو تكون هنالك مساجد. ولكن عندما تكاثر المسلمون لأسباب تعرفونها في ديارهم، وأحيانا أسباب الهجرة التعليمية، بعثات التعليم إلى بلاد الغرب، لم يكونوا مجرد أناس يدرسون أو يعملون في التجارة، وإنما أيضا بدأوا مشروع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واقتحموا مجال المجتمع الغربي، وتعارفوا فيما بينهم. الجاليات المسلمة التي هاجرت منذ وقت مبكر، الجالية الهندية وشبه القارة الهندية وغيرها، وتعتبر من أقدم الجاليات في بلاد الغرب وبالذات في بريطانيا. ثم تلتها بعد ذلك الجاليات العربية والآسيوية مثل إندونيسيا. طيب بروف جلال، نحن بروف جلال نتحدث عن هجرة شعبنا الإريتري، ولا نتحدث عن هجرة الدعاة. من شعبنا من هاجر، بروف جلال دقيقة، من شعبنا من هاجر، من كان داعية فله أجره في ذلك، لكن نحن نتحدث. أنا أقول شيخ برهان، المصائب التي ذكرتها موجودة، ولكن الإنسان الإريتري جاء إلى الغرب متأخرا جدا، سبقه أقوام. فلما جاء هناك إلى أوروبا وجد الأرض بالنسبة له ممهدة، وجد مراكز إسلامية، مدارس إسلامية، مساجد، أنشطة، فالأمر يتوقف عليه هو وعلى همته هو. واليوم في بريطانيا مثلا في لندن يوجد مركز النجاشي للمسلمين الإريتريين، شعروا بالهم الدعوي والهم الإسلامي. بروف جلال تمام، كلام جميل وطرح جميل. أنتم قلتم الآن يعود إليه هو. نحن الآن يا دكتور جلال نسمع كثيرا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومما لا يرضي أيضا المسلم، من وجود تفكك في بعض الأسر الإريترية. 1، كثرة الطلاق. 2، تجد أن المرأة تستغل القانون الأوروبي وتطالب بفسخ العقد من زوجها وتخرج عنه تماما. 2،
تجد تستغل أيضا الفتاة بأن القانون الأوروبي يحق لها إذا بلغت السن 18 أن تخرج من أسرتها ويكون لها كامل الحرية، وهذا يخالف الإسلام والمسلمين. نجد أيضا أن كثيرا من الإريتريين المسلمين مع الأسف ربما ما أدري يتحايل على الحكومة في الحصول على بعض الأرزاق، يوهمهم بأنه مثلا أعزب والأصل أنه متزوج ليحصل على بعض الإعانات. ما هو تعليقكم حول هذا؟ أولا نناقش الأمر قضية. دعنا نتحدث أولا عن قضية العلاقة بين الزوج والزوجة في ديار الغرب في الأسرة الإريترية المسلمة. ما ذكرتموه صحيح يحدث، ولكنه ليس ظاهرة عامة جدا وإنما يحدث لأسباب. دعني أذكر لك بعض الأسباب. من هذه الأسباب للأسف أن بعض الرجال عندما يصلون إلى بلاد الغرب مع أسرهم، الفهم الإسلامي أو تكوينهم الإسلامي في الأصل عندما جاءوا من ديار الإسلام ليس لديهم تكوين إسلامي صحيح، فيأتون يجدون مساعدات من الدولة تعطي مساعدات للرجل العاطل عن العمل وما يسمونه الانكم سبورت، وإذا كان دخله أقل، وتعطي الأم معونات الطفل child benefit، معونات الطفل تذهب إلى حساب البنت، إلى حساب الأم، من أجل أن تصرف على مصلحة الطفل. طيب الوقت يداهمنا دكتور جلال، باختصار يعني هل يجوز لهم التحايل على الحكومة؟ بعض الناس يقول بأن هذه أموال الكفار والكفار أموالهم حلال ونحن نتحايل عليهم لنأكل هذه الأموال، هل يجوز لهم ذلك؟ عشان أقول لك يا شيخ برهان، يحدث ماذا؟ يحدث أن الأب يتصرف على هذه الأموال، فتحدث مشكلة في الأسرة. إذن المسألة ليست مسألة الأم فقط أنها تمرد على الرجل، لا، معظم البيوتات التي يحدث، أنا أقول معظم البيوتات التي يحدث فيها ما يسمونه بالبروكن هوم، البيت المتصدع، يعود السبب إلى الرجال، لأن بعض الرجال لا يعملون وتحدث مشكلة، ثم هم أيضا لا يعتنون بأبنائهم من حيث التربية. نعم. فهذه مشكلة جدا. أما ما يتعلق بالمورجج اللي هو الربا شراء المنزل، فحقيقة هذه مسألة فقهية عويصة، والمسلمون الإريتريون يتأثرون فيها بالفتاوى الموجودة هنالك. فمعظم المسلمين الموجودين في الغرب هم من الأحناف باعتبار القدم، وهم الذين يشتغلون في تجارة البيوت بالذات في بريطانيا، وهؤلاء يتعاملون خلافا لمذهب الجمهور، يتعاملون بجواز الربا في بلاد غير المسلمين. الله المستعان. أيوة، ويستدلون بحديث لا ربا بين مسلم وكافر. فالأحناف أخذوا بهذا ويبيعون أيضا. أنتم ما تقولون، أنتم ما رأيكم بروفيسور؟ ما رأيكم إذا هم خالفوا الجمهور؟ رأيكم أنتم؟ الجمهور ردوا على مذهب الأحناف وقالوا لا ربا يحل بين مسلم وكافر. تمام. الأحناف أيضا ناقشوهم وقالوا الحديث يحتمل الدليلين، لا ربا يحرم بين كافر ومسلم، والجمهور يقولون لهم الحديث مرسل ويضعفونه. الخلاصة التحريم بلا شك. على كل أن المسلمين الهنود والباكستانيين يتعاملون بهذا. وأذكر
أن الدكتور القرضاوي أفتى في جواز ذلك في حالة من الاضطرار، إذا رأى أن الإيجار يستهلكه، وأن ما يدفعه في الإيجار أكثر مما يدفعه في شراء البيت، فأباحوا لهم، فعند ذلك هم يشترون. طيب دكتور جلال، جزاكم الله خير على هذا البيان وعلى هذا التوضيح. الدكتور حسن سلمان، بقي معنا دقيقة واحدة. ما هي نصيحتكم لشعبنا الإريتري الذي يعيش بالذات في بلاد الغرب أو في بلاد الكفار؟ نجد كثيرا حقيقة من الأسر مما يثلج الصدر نماذج حقيقة رائعة ممن أخذوا أبنائهم وخرجوا بعد أن تمكنوا ولله الحمد ماديا ومعنويا وإيمانيا، خرجوا من ديار الكفار إلى بلاد المسلمين بحثا. ما نصيحتكم حول هذا في دقيقة واحدة؟ على كل نصيحتنا هو أن الإنسان في هذه الحياة عمره محدود ورزقه كذلك مكتوب، يعني مهما كان، فعليه أن لا يكون همه كله إنه الله يحسن ظروف أولاده الاقتصادية والمالية، ولكن لا يبالي بأوضاعهم الدينية التي تبنى عليه مستقبلهم الحقيقي، وهو أنهم يموتون على الإسلام أو لا يموتون على الإسلام. هذه مسألة حقيقة مهمة جدا. وبالتالي نصيحتنا هو أن الإنسان عليه مجرد أن يصل إلى بلاد الغرب أن يكون له برنامجا خاصا سواء في بيته أو مع البيئة التي هو فيها، يرتبط مع مسجد من المساجد، مع جالية من الجاليات المسلمة، حتى يستطيع إن شاء الله أن يحصن هؤلاء الأبناء ويحصن الأسرة ويربط الأسرة. على كل هذه هي ما ننصح به. وإذا استطاع أيضا بعد سنوات أن يدبر أمره ويوفر بعض المال، عليه أيضا أن يحاول كما يفعل بعض إخواننا الصوماليين الذهاب إلى ديار المسلمين ويبقى الشخص يعمل هناك. شكرا دكتور جلال. الدكتور حسن، دكتور جلال، نريد منكم في دقيقة واحدة نصيحة للشباب الإريتري الذين هاجروا إلى بلاد الغرب أو هاجروا إلى بلاد المسلمين أن يحافظوا على دينهم وهويتهم. نصيحة في دقيقة واحدة بروف جلال. أوجه نصيحتي إليهم أن يتقوا الله حيثما كانوا، وأن يتبعوا السيئة الحسنة، وأن يخالقوا الناس بخلق حسن. عليهم أن يهتموا بأنفسهم وأهليهم وأبنائهم، وأن يرتبطوا بالمراكز الإسلامية، فإنهم يعيشون في بلاد مليئة بالفجور والفسوق والعصيان. وإذا خرجوا من محيطهم من إطار مركزهم الإسلامي وتركوا أبنائهم هملا لما في تلك الأرض من فجور وفسوق، فسوف يضيعون. هنالك المخدرات، وهنالك المسكرات، وهنالك الكثير من الفسوق. والشاب في سن المراهقة اللي يسمونها تين ايجرز، اللي هي تقريبا تبدأ من 10 إلى 18، معرض للضياع من خلال المدرسة. الله المستعان. فالأب هو المسؤول والأم هي المسؤولة، ولكن للأسف إذا كان الخلاف بين الأم والأب عميقا أو يتجدد بين لحظة وأخرى والأبناء يعيشون في هذا القلق وفي هذا الخلاف، فإن الأسرة ستضيع، وهنا يكون الأب آثما وتكون الأم آثمة. نعم. أيضا على المراكز الإسلامية أن تعقد مؤتمرات صيفية تجمع فيها الأسر، وأن يتوجه الدعاة إلى الله عز وجل إلى هؤلاء، والرابطة يمكن أن تسير أفواجا إلى حيث يوجد الإريتريون إذا وجدوا تأشيرة لدعاتهم من أجل أن يقيموا مراكز صيفية. شكرا لكم دكتور جلال. شكرا. انتهى الوقت. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب. مستمعي الأكارم، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لضيفي هذه الحلقة البروفيسور جلال من خارج الاستوديو والدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو. وأنا محبكم برهان، أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشمعة جديدة ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا